حاليا لا يوجد، ولكن نحن داوبنا وحاضرون لتدريب عناصر من الجهاد الإسلامي وحماس، لأن نعتقد أن هاتين الحركتين حركتان جهاديتان تقاتلان وتقاومان دفاعا عن شعبهما ومن أجل تحرير أرضهما والقضية الحق. طبيعة المساعدة المقدمة لهاتين الحركتين هل تقتصر على عمليات من خلال لبنان أم في داخل الأرض المحتلة؟ حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس يقومان بعمليات في داخل فلسطين المحتلة. حماس لم تقم بعمليات من لبنان. قديما حركة الجهاد الإسلامي قامت ببعض العمليات النوعية في منطقة شوت الحدود، يعني بمحاذاة الحدود اللبنانية الفلسطينية، ولكن حدود تعاون أو ما يستطيع حزب الله أن يقدمه على هذا الصعيد هو هذا، يعني إمكانيات التدريب المتاحة. هل قدمتم أي مساعدة لهاتين الحركتين إن كان لهما أي علاقة بالتفجيرات اللي حصلت أخيرا في القدس المحتلة؟ هل كان الحزب الله أي علاقة بتلك التفجيرات؟ هما لا يحتاجان إلى مساعدتنا على هذا الصعيد، لديهما إمكانياتهما الخاصة بهما، وبالتالي لم تقدم مساعدة من هذا النوع، ولم يطلب منا أصلا مساعدة من هذا النوع. نعم. سيد حسن، في سؤال بيفرض نفسه. حزب الله عنده وضعية خاصة في لبنان، يقاتل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ألا تعتقد أن تدريب عناصر فلسطينية على أرض لبنانية مخالف بعض الشيء لقوانين الشرعية اللبنانية؟ يعني أعتقد أن قضية المقاومة والصراع القائم حاليا في المنطقة قضية تحتاج إلى تعاون الجميع. اليوم اللبنانيون والفلسطينيون يقاتلون عدوا واحدا يحتل أراضي اللبنانية ويحتل فلسطين بكاملها، وأي شكل من أشكال التعاون بين فصائل المقاومة في لبنان أو في فلسطين هو أمر طبيعي جدا، ويجب أن لا يحول بيننا وبينه شيء. المفاوضات التي تجري أو لا تجري بشأن مبادلة أشلاء الجند الإسرائيلي القتيل بالأسرى اللبنانيين موجودين في السجون الإسرائيلية عفوا سيد، أين وصلت هذه المفاوضات ومن يتولاها؟ يعني من هو الوسيط الثالث بينكم وبين إسرائيل في هذا الشأن؟ أستطيع القول بأن هذه العملية وصلت إلى طريق مسدود نتيجة إصرار العدو الإسرائيلي على حصر عملية تبادل بالأشلاء والجثث، فيما نحن نصر، وأعتقد أن هذه نقطة اتفاق في لبنان، أن عملية التبادل يجب أن تشمل أحياء. وعندما حصل النقاش أو الخلاف حول المبدأ، يعني العدو يرفض مبدأ أن يكون هناك أحياء في عملية التبادل، نستطيع أن نقول أن عملية التفاوض وصلت إلى طريق مسدود.